يا صباح السعادة، مين مننا ما بيحبش يفطر كوكيز كده لسه خارج من الفرن وسخن؟ وبالذات في الجو البرد ده. بس مين بقى هيخبز الصبح ويعجن ويحط في الفرن؟ فعشان كده هنعمل النهاردة الكوكيز ده، كوكيز الكوباية. احلى واسرع كوكيز ممكن تاكلوه. كوكيز بجد بس جوه الكوباية، وهيتعمل في دقيقة واحدة بس. طريقة سهلة، مكونات بسيطة جدا، هنعمل بيها مج الكوكيز الرهيب ده. تعالوا نشوف عملناه ازاي. قبل ما ابدا الفيديو، معاكم هلا ابو بكر. يلا اعملوا لايك وشير للفيديو، ويلا بينا كالعاده نقول بسم الله ونبدا على طول. طبعا انا هشتغل المكونات عندي كلها في مج واحد. طبعا انا هشتغل في المج ده، بس نقلته بعد كده في مج تاني لقيته اصغر شويه، مج الشاي العادي. آه اي مج عندك، لو عايزه تضاعفي الكميه يبقى مج اكبر شويه. تعالوا نشوف المقادير ازاي. اول حاجه عندي واحد صفار بيضه، باخد منها الصفار بس. هحط عليها معلقه كبيره من الزبده المذابه، الزبده السايحه يعني، مش بدرجه حراره الغرفه ولا حاجه، لا. بنسيح معلقه زبده وبنحطها عليها. تمام. كمان هحط عندي فانيليا. تقدروا تحطوا فانيليا سايله او فانيليا باودر زي ما انتوا عندكم براحتكم. لو فانيليا سايله نقطتين ثلاثه، فانيليا باودر كفايه كيس واحد. كمان هحط عندي معلقة ونص كبار من السكر العادي، مش السكر البودر ولا حاجة. معلقة ونص كبيرة من السكر العادي. عايزة اقول لكم المقادير كلها سهلة وبالمعلقة وجوه المج. يعني اصلا كمان مش هنحتاج نبهدل الدنيا حوالينا، هو كله كده جوه المج وخلاص. كمان هحط رشة بسيطة من الملح. دي كده كانت عندي المكونات السايله كلها حطيتها. هبتدي بقى اقلب كويس قوي المكونات السايله دي واضربها مع بعضها. طبعا هنا المطلوب مني اني هضرب البيض مع السكر والزبده يندمجوا كويس قوي طبعا. مهم طبعا ان انا ادوب السكر كمان مع البيض، طبعا زي ما احنا قلنا ده مش سكر بودر، سكر عادي. خلاص كده كله اندمج مع بعض، ويلا بينا بقى على المكونات الجافه. وهي هتكون عندي معلقتين او 3 معالق كبار من الدقيق، وعليهم ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. 3 معالق كبار من الدقيق عليهم ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. واحنا طبعا كنا حاطين قبل كده رشه من الملح. يلا بقى نقلب الدقيق مع البيكنج باودر مع المكونات السائله اللي احنا عملناها قبل كده او حطيناها قبل كده. هيديني قوام كده، يعني مش هيكون خفيف خالص، هيكون قوام سميك كده شبه العجينه، بس سايل شويه يعني، اخف سمكا من العجينه. بس احنا ممكن نحسبه مثلا زي قوام السابليه ولا حاجة قبل ما نسيبه يرتاح كده. البسكوتة بتبقى طعمها في منتهى الروعة، بسكوتة بجد يعني. بس مخبوزة طبعا في المج في الميكرويف، فده اسهل حاجة فيها. خلاص خلصتها كده زي ما انتم شايفين القوام عامل ازاي. يلا بقى معلقة كده من الشوكليت شيبس، او ما عندناش شوكليت شيبس يبقى هنجيب شوكولاتة عادية ونقطعها مكعبات صغيرة، ونبتدي نقلبها جوه الخليط اللي هو العجينة يعني بتاعة البسكوت. ليه؟ علشان عايزه طبعا لما اجي اخد معلقه كده تبقى جواها الشوكولاته كلها، مش على الوش بس، مش مجرد ان هي على الوش بس. بتفتحوا الكوكيز كده تلاقوه من جوه كله شوكولاتات. فهو ده المطلوب بالظبط في نفس الطريقه، يعني بنفس الوصفه. عايزين نفتح كده او ناخد معلقه نلاقيها جوه كلها شوكولاته. خلاص كده خلصت وقلبت معاها الشوكولاته شيبس كويس قوي. هبتدي بقى اساوي زي ما انتم شايفين كده العجينه عندي في المج. وهبتدي كمان انضف عندي بقى حروف المج من العجينه. الكوبايه دي حلوه جدا يا جماعه، اي حد يفطر بيها يعني. ما تفتكروش ان هي صغيره، لا دي حلوه حلوه بجد. يعني مع فنجان قهوه كده تبقى رهيبه. يعني انا عن نفسي مش بقدر اكملها. يلا بقى حطوا شويه من الشوكليت شيبس على الوش، او اي شوكولاته زي ما اتفقنا. بس ما انصحكوش يعني تعملوه من غير شوكولاته، لا لازم تحطوا شوكولاته. خلاص كده تمام. هنحط بقى في الميكرويف لمده دقيقه، لمده دقيقه بس. الميكرويف عندي 1200 واط. حطوه دقيقه واحده بس علشان ما يتحرقش معاكم. هتشموا بقى ريحه رهيبه، وهتلاقوه كده ارتفع بشكل حلو جدا. وهتلاقوه بقى طلع كوكيز بجد. يعني الكل متخيل ان هو لا هيطلع كوكيز ازاي، يعني هنعمل بسكوته ازاي جوه الميكرويف، ممكن كيك، انما بسكوت ده صعب، لا فعلا هيطلع كوكيز. بصوا بقى تعالوا نشوف القوام بتاعه. عايزه اقول لكم يعني اللي هو حاجه كده دايبه، بسكوت بسكوت كوكيز دايبه بجد. رهيبة، رهيبة، حلوة جدا جدا. حابين تغيروا بقى في الفطار على الصبح، حابين تاكلوها بالليل كده وانتوا قاعدين بتذاكروا مع فنجان شاي او فنجان نسكافيه،
قهوة هتبقى في منتهى اللذاذة، حلوة جدا، لازم تجربوها بجد هتعجبكم جدا. وبكده كنا عملت معاكم كوباية الكوكيز، الكوباية اللي انا بشوفها منقذة في الشتاء بجد. يلا بقى لايك وشير للفيديو، ولو كنتوا اول مرة بتشوفوني يشرفني اشتراككم في القناة، وكمان تفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد، واقول لكم مع السلامة.